بيسلم عليك. اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية يفتتح معرض أهلا رمضان بالسوق الحضاري الجديد بميدان محافظة مصر. إذن من داخل السوق الحضاري الجديد بميدان محافظة مصر، محافظ الإسكندرية يفتتح معرض أهلا رمضان داخل السوق الحضاري الجديد بميدان محافظة مصر. حبيبي عايز يخش على الراجل يسلم عليه. حبيبي الله يخليك. حبيبي فندم ده بالليل اللي انا قلت مع المنشيه اللي معاه المشروع كامل. تمام. معايا المحافظ من داخل السوق الحضاري الجديد بميدان محافظة مصر. اكيد يعني النهارده نقله نوعيه في كل المستويات يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني النهارده بنبدا سوق اهلا رمضان او معرض اهلا رمضان، وبنعمله المره دي في سوق محطه مصر. احنا عاملين تخفيضات بالتنسيق مع الشركات والتنسيق مع التموين وجهاز حمايه المستهلك، تخفيضات رائعه جدا. والحقيقه يمكن اكثر من 100 سلعه عليها تخفيض باكثر من 20%، والسلع الاستراتيجيه حوالي 13 سلعه عاملين فيهم تخفيض رائع مش هنلاقيه يمكن على مستوى الجمهوريه كلها. وخليني يمكن معلش انا هحاول اقرا من ورقه عشان اوضح للمواطنين في اسكندريه اسعار السلع اللي احنا منزلينها في المعرض وهتستمر لغايه اهلا رمضان. احنا عندنا الارز المعبأ من 16 جنيه ب 14 ونص، وعندنا السكر من 18 جنيه مخلينه 14 ونص، عندنا الزيت ال 800 مللي من 42 مخلينه ب 35 جنيه، وبكرر الزيت ال 800 مللي ب 35 جنيه. الدقيق المعبأ من 20 جنيه مخلينه 17 جنيه. اللحوم المجمده وبكرر اللحوم المجمده الهندي من 140 مخلينها ب 85 جنيه، موجوده في المعرض لغايه نهايه المعرض. اللحوم المجمده البرازيلي من 140 ل 110 جنيه. اللحوم البلدي بكرر اللحوم البلدي اللي بتتباع في كل مكان ب 220 موجوده عندنا النهارده ولغايه نهايه المعرض ب 160 جنيه. اللحوم البلدي اللي هي مصنفات ب 140 جنيه. المصنعات ب 86 جنيه. مصنعات اللحوم البلديه اللي موجوده اللي هي زي الهمبرجر واللحوم الفريش. المسل الصناعي ب 92 جنيه. المسل الصناعي روابي وجنه من 50 جنيه مخلينها ب 47 جنيه 75 قرش. البيض المائده من 95 جنيه ب 86. الدواجن المجمده من 72 ل 65 جنيه. اعتقد ده بالاضافه للالبان. البان غنيم بتقدم عروض هايله النهارده. المعارض بتاعتنا المجمعات الاستهلاكيه بتقدم حاجات كويسه جدا. الشركات الخاصه بقطاع الاعمال والتابعه لوزاره التموين بتقدم لنا عروض هايله جدا. انا عاوز اقول يعني بعض الشركات اللي هي بتقدم لنا العروض النهارده: الاسكندريه للمجمعات الاستهلاكيه والعامه للتجاره الجمله، وجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه، وشركات زيوت اسكندريه اللي هي زيوت المستخلصه وابو الهول والاسكندريه للزيوت، كل ده مشارك معانا. شركه صافي التابعه للقوات المسلحه، الالبان جنيم، سوبر ماركت بندق، كل الشركات دي مشاركه معانا في المعرض لغايه نهايه رمضان.
انا حاولت اقرا من الاسعار بالتحديد عشان كل المواطنين يبقوا عارفينها، ودي اللي هنشتغل بيها لغايه نهايه رمضان ان شاء الله. وبقول لاهلنا في اسكندريه كل سنه وانتم طيبين. ناكد يا فندم النهارده احنا موجودين داخل السوق الحضاري الجديد بميدان محطه مصر. طبعا يعني احنا كان افضل مكان نعمل فيه معرض اهلا رمضان السنه دي، بدل ما كنا بننصب شادر في الشارع، ان احنا بنعمله في السوق الحضري، السوق الجديد اللي انا سعيد ان النهارده ان انا بشوف كل التجار مبسوطه وكل التجار شغاله، وانا شايف مئات والاف المواطنين منتظرين بره المعرض عشان يبداوا يدخلوا بعد ما نخلص الافتتاح. الناس بتسال يا فندم استمرار يعني هذه الاسعار خلال الفتره الجايه بالتنسيق مع مديريه التموين، عايزين ياكدوا على الجزئيه دي. بنؤكد المعرض بتاعنا مستمر وفق توجيهات دوله رئيس مجلس الوزراء، ان احنا المعرض مستمر لغايه نهايه رمضان ان شاء الله، وربنا يوفق بعد كده ان شاء الله تكون اسعار افضل باذن الله. شكرا. الله عليك. يلا يا جماعه باشا. إذا من داخل السوق الحضاري الجديد بميدان محطة مصر محافظ الإسكندرية يفتتح معرض أهلا رمضان، والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، وجاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازل نائب المحافظ والدكتور محمد سعد الله مدير مديرية التموين بالإسكندرية. مش عارف اشوف. زي ما 160 140 انا اعلنت تمام 160 هتلاقي البحيره جايه تشتري من هنا. خلاص ماشي. صباحك جميل يا باشا. صباحك عسل. دلوقتي شايف انت بعد رمضان احنا احنا كده إذا من جديد محافظ الإسكندرية يفتتح معرض أهلا رمضان داخل السوق الحضاري الجديد بميدان محطة مصر. مرة أخرى نؤكد محافظ الإسكندرية يفتتح معرض أهلا رمضان بالسوق الحضاري الجديد بميدان محطة مصر بتخفيضات تصل ما بين 10% و30%.
عايزينه